السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي عاملين إيه؟ معاكم أحمد عصام. حلقة جديدة النهاردة كتبها لنا الكاتب محمد عبد القوي، حابب أشكره جدا. بدون مقدمات كتير يلا بينا نخش في حلقتنا. قبل ما نبدأ الحلقة متنساش تشترك في القناة لو أنت مش مشترك عشان يوصلك كل جديد وتفعل زر الجرس. يلا بينا. بعد ما خلصت جيش حسيت إني تايه، الحياة متلخبطة ومش عارف أعمل إيه. بدأت أدور على شغل بس كان في مشكلتين قابلوني. أول مشكلة إن كل الشغل طالب خبرة، على الأقل ما تقلش عن سنة كاملة. والمشكلة التانية إني فعلا مش فاكر أي حاجة من اللي درسته بسبب السنة اللي قضيتها في الجيش. ما كانش قدامي حل إلا إني أبعت فوق ال200 CV في كل الأماكن. رحت أكتر من مقابلة بس بعدها الدنيا وقفت بسبب طبعا كورونا، حتى الناس اللي شغالة قعدت في بيوتها. لحد ما كلمني واحد عرفت إن اسمه دكتور عزام، وبدأ يشرح لي طبيعة الشغل، واللي كانت في مركز بحثي مختص بدراسة التكافؤ الحيوية للأدوية. بمعنى أبسط بنعمل اختبارات على الدواء اللي بيطلق عليه البديل، ونشوف إذا كان صالح إنه ينزل الصيدليات ولا لأ. وشغلي هيبقى على جهاز فصل المواد اللي موجود في الدواء. فرحت جدا لأن الشغل كان في مجالي كوني خريج علوم قسم كيمياء. المهم ميعاد المقابلة اتحدد ورحت. أول ما وصلت المكان حسيت برهبة كبيرة، حسيته شعور طبيعي جدا. دخلت المكان وركبت الأسانسير ووصلت قدام باب المركز. بمجرد ما وقفت قدام الباب قلبي اتقبض، حسيت اني لمحت الظل على الارض عند الباب. ظل الشخص مش موجود، واقف كده ما بيتحركش وكأنه بيمنعني اني اخش. نسيت احكي لكم على موضوع الظل ده. من ساعة ما وعيت على الدنيا وانا بحس ان الظل ده دايما مرافقني، بيحاول يمنعني من قرارات كتير باخدها، سواء كانت المكان اللي هروحه، الكلية اللي هخشها، وهكذا. وساعات كنت بحس انه ما عندوش اي مشكلة لو تسبب في موتي. في الاول كنت بخاف منه، لكن دلوقتي اتعودت عليه وبقيت اعند دايما معاه. حسيت انها علامة عايزني امشي، ابقى كداب لو قلت اني ما خفتش وفعلا فكرت اروح. بس كالعادة عاندت معاه ودخلت برضه. بعد ما دخلت المركز واللي كان مكون من دور واحد فيه اكتر من معمل كيمياء وكذا مكتب اداري، اتمشيت شوية وسألت على الدكتور عزام لحد ما لقيته، واللي عرفت انه مدير المعامل. اتكلم معايا شوية وبعدين دخلنا لمدير المركز، اللي رحب بيا جدا وبعدين بدأ يسألني كذا سؤال، واخيرا قال لي ان انا معاه، وسألني لو احب ابدأ تدريب من امتى. ما فكرتش لاني كنت بقالي فترة كبيرة قاعد في البيت، فقلت له من بكرة. رحت تاني يوم ونفس الظل، مش لاقي اي تفسير لظهوره المتواظب ده، بس حاولت ما اشغلش بالي بيه كتير. كنت اول واحد اوصل في المركز وفضلت مستني. لاحظت ان في ناس شكلهم جايين جداد زيي، بس المشكلة ان كلهم كانوا بنات. وساعتها كنت عايز اطلع اجري الصراحة، لاني بتكسف من خيالي اساسا، وعارف اني مش هعرف اتعامل مع حد منهم، والموضوع هيبقى شبه ممل لاني مش هلاقي حد اتكلم معاه حتى. لحد ما لقيت واحدة داخلة وفرحت جدا لما شفتها. مارينا كانت معايا في نفس الكلية ونفس الدفعة. كان في مشاكل كتير بيني وبينها ايام الكلية لاسباب غريبة، واللي بكتشف دايما ان الظل ده السبب فيها. بس اول ما شفتها نسيت كل المشاكل دي. اكتشفت انها جت من قبلي بحوالي 15 يوم، وقعدت تشرح لي وتفهمني الدنيا ماشية ازاي لحد ما دخلت دكتورة اسمها سارة، واللي كانت مسؤولة عن تدريبي انا ومارينا. خلصنا فترة التدريب واللي كانت شهر تقريبا، وتوزعنا على أجهزة الفصل. من اللي راح على جهاز كده بتاع فصل المواد زيي، وفي اللي راح على جهاز LT ماس زي مارينا. ساعات بحس اني عارف الظل اللي بيظهر لي كل فترة ده، بس بحاول ابعد الفكرة عن دماغي واقنع نفسي انها مجرد تهيؤات، بس ما بقتنعش برضه. في الاول حسيت ان الشغل على الجهاز شبه معقد، لحد ما اتعودت ولقيت الدنيا سهلة جدا. عدى شهر والتاني وبدأت اخد على الشغل وكمان على الناس اللي موجودة اكتر، لحد ما في يوم كان عندنا دراسة.
وفي اليوم ده الدواء البديل بيتجرب عشان نتأكد ان تأثيره زي الدواء المستورد. يوم الدراسة ده بروح الشغل على الظهر، بستلم من البنات اللي بتبقى موجودة وبروح بالليل. بعد ما استلمت وعدى ساعتين تقريبا لقيت مارينا وسلمى اللي شغالة مع مارينا على نفس الجهاز وداخلين عليا. طلبوا مني بما اني قاعد لي بالليل قبل ما امشي من المركز ابص على جهاز ال LC ماس، لو لقيته منور احمر اقفله، ولو لقيته عادي اسيبه. ما فهمتش السبب بس قلت لهم تمام، وما دخلتش في اي تفاصيل. خلصت اليوم اخيرا وكنت في طريقي ناحية باب المركز عشان امشي، وبرغم ان نور المركز كان خفيف بس لمحت الظل كان واقف قدام باب الأوضة بتاع جهاز الماس قبل ما يدخل ويختفي. وساعتها افتكرت الطلب اللي طلبوه مني مارينا وسلمى، وانا بقنع نفسي ان وجود الظل مجرد تهيؤات زي ما بعمل دايما. فتحت الباب بس شفت الظل مرة تانية، الظل شبه مرافقني. بدأت أخاف، بصيت على الجهاز لقيته فعلا منور أحمر. فضلت أدور على الزرار اللي بقفل منه الجهاز. حركة الظل بقت سريعة أكتر، بحاول مشغلش نفسي بيه بس بدأت أتوتر. قربت من الزرار والحركة بتاعته بقت أسرع. دوست على الزرار بس فجأة جسمي كله اتنفض، حسيت بكهربا شلت صباعي بسرعة. استنيت ثواني قبل ما ادوس مرة تانية، بس ساعتها حسيت بوجع رهيب في ايدي، في دراعي كله، جسمي تقريبا، قبل ما الاحظ النور الجامد اللي ضرب في المكان ويغمى عليا. صحيت بعد شوية وانا حاسس بصداع ووجع رهيب في جسمي كله. بصيت حواليا وانا بحاول استوعب ايه اللي حصل قبل ما جسمي كله يتشل. انا موجود في اوضة جهاز الماس، بس في حاجة غريبة، لا دي مرعبة بالنسبة لي. الأوضة عتمة، وعلى الرغم من كده شايف كل حاجة حواليا. الأوضة كان شكلها قديم وكأن محدش دخلها من زمن. الحيطان سودا، التراب مغرق كل حاجة، الكراسي كانت متهالكة، والجهاز شبه خربان. أنا مش فاهم حاجة. مشيت بالراحة ناحية الباب وفتحته. أعصابي كلها ثابت لما لقيت المركز كله على نفس النمط وكأنه مهجور. سمعت همس فلمحت 2 ماشيين. حاولت أركز في تفاصيل الوش بس ما قدرتش أعرف هما مين. بس اللي قدرت أعرفه إن شكلهم كان مرعب لأقصى حد. هما كانوا باصين في الأرض وعمالين بيتمايلوا وهم ماشيين زي اللي بنشوفهم في أفلام الزومبي. أنا أكيد بحلم، أكيد اللي بشوفه ده مش حقيقي. كانوا بيقربوا ناحيتي ولابسين بلاطي بيضة، وتفاصيل الوش بتاعتهم كانت تخوف، وشوشهم كانت أكنها متقطعة. وما قدرتش أشوف أكتر من كده لأنهم كانوا قربوا جدا مني. حسيت إنهم شافوني فدخلت أوضة الماس تاني بسرعة وقفلت الباب عليا. خطوات رجليهم كانت بتقرب، هيخشوا الأوضة تقريبا. مش عارف أعمل إيه. يا رب. جسمي بيترعش. سمعت صوت همهمة جنب الباب. دموعي بدأت تنزل بتلقائية من الخوف. صوت الهمهمة بيعلى كأنهم بيتكلموا بس بلغة مش مفهومة تقريبا بالنسبة لي. حطيت ايدي على بقي وكتمت نفسي عشان ما يسمعوش اي حاجة. صوت الخطوات بدأ يبعد. استنيت لما بعد تماما وفتحت الباب. بصيت حواليا ملقتش حد. المكان بارد جدا وكئيب. بدأت اتحرك بحذر. كان في صوت همهمة شبه اللي سمعته من شوية بس كان اكتر. وانا ماشي في المركز حصل حاجة غريبة. حسيت بنور جامد جدا ضرب في وشي، وفي جزء من الثانية شفت المركز طبيعي تاني. الشكل اللي كنت متعود عليه، مش الشكل المرعب اللي شايفه دلوقتي. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل بس انا عايز اخرج من هنا بأي طريقة. حاولت اخرج من الباب بس اصوات الهمهمة المرعبة دي بقى بره المركز وكان صوتهم اكتر. فرجعت تاني. ساعتها لمحت حاجة غريبة جدا. شايف كيان لشخص بس كأنه بيظهر ويختفي فجأة زي التشويش اللي بيحصل في التلفزيون. كان رايح ناحية المعمل اللي فيه الجهاز اللي انا بشتغل عليه، بس كان بيمشي عادي. اتأكدت ان مفيش حد من الكائنات المرعبة دي ومشيت وراه. كنت بقرب منه بالراحة
دخل المعمل وساعتها قربت منه جدا. بعد ما دخل وهو بيقول: ازاي حضرتك يا استاذ سامي؟ ده انا. طب ازاي؟ انا مش فاهم حاجة. الكلام ده حصل النهاردة الصبح لما دخلت المركز، كان على الساعة 12:30، وسلمت على استاذ سامي اللي كان موجود معانا في المعمل. كانوا بيبصوا ناحيتي بس محدش فيهم هما الاتنين قدر يشوفني. هو ممكن اللي في دماغي يبقى صح. ساعتها اتحركت ورحت ناحية المعمل التاني اللي فيه البنات اللي شغالين معايا. لقيتهم كلهم موجودين فعلا. شفتهم كلهم بنفس المنظر اللي شفت نفسي بيه الصبح، كأن في تشويش عليهم. بس انا شبه فهمت تقريبا لسبب غريب انا مش عارفه. واللي حصل في أوضة الماس اللي جيت منها، كأني جيت لبعد تاني تقريبا، بعد مرعب. بس رجعت في البعد ده كام ساعة لورا، وده ممكن يكون من حسن حظ. انا لقيت الحل اللي هخرج بيه من هنا. لازم كيان اللي في بعد الاصلي ما يدخلش اوضة الماس ولا يدوس على الزرار، فبالتالي مفيش حاجة من دي هتحصل، وساعتها اخرج من المكان ده وارجع بعدي الاصلي تاني. بس هقدر اعمل ده ازاي؟ انا مش عارف. غير الكائنات اللي بشوفها بحس ان في حد بيراقبني، حد بيراقبني، بس انا مش قادر اشوفه. سمعت صوت همهمة جاية ناحية المعمل. بصيت حواليا بسرعة، لقيت دولاب محطوط فيه ادوات المعمل. فتحته بسرعة ودخلت. باب المعمل اتفتح. عن طريق الشق اللي بين الضرفتين بتوع الدولاب قدرت اشوف 3 اشكال مرعبة داخلين المعمل، شبه الشخصيات اللي شفتهم في الاول. بس ولا هم قادرين يشوفوا البنات اللي انا شغال معاهم، ولا البنات قادرين يشوفوهم. بس انا اللي كنت قادر اشوف حركتهم المرعبة. عمالين يحركوا راسهم بسرعة غريبة، كأنهم بيدوروا على حاجة، بيدوروا عليا تقريبا. واصوات عاملة زي اصوات الشخص اللي بيطلع في الروح بتطلع منهم، وبؤبؤ عينهم الغريب عمال يتحرك يمين وشمال بسرعة. كنت مرعوب فغمضت عيني وانا نفسي صعبان عليا جدا. يا رب اخرج من المكان الغريب ده. عدى دقايق وخرجوا اخيرا. خرجت من المعمل مرة تانية وانا بفكر اعمل ايه. جالي فكرة عشان اخلي نفسي مدخلش اوضة الماس. انا هروح لمارينا وسلمى، اكيد هلاقي طريقة امنعهم بيها من انهم يقولوا ليا على نفس الموضوع، اني اقفل الجهاز. رحت ناحية اوضة الماس ودخلت. استغربت لما لقيت مارينا وسلمى في اوضة الماس فعلا، مع اني لسه خارج منها من شوية وما كانش في حد. بس افتكرت اني ما بدأتش اشوفهم الا بعد ما النور ظهر من شوية. دخلت وقربت منهم وانا بفكر هعمل ايه. الساعة كانت 2:30. لقيتهم بيحضروا شنطهم وماشيين. بس سلمى قالت لمارينا: نقفل الجهاز قبل ما نمشي وخلاص، عشان الدكتور ممكن يبوظ تاني وهنبقى سايبينه على الفاضي. مارينا قالت لها: ما هو في شغل كتير وعايزين نلحق نخلص الدراسة دي، نسيبه خلاص. بس لو عطل تاني الجهاز هيفضل يسحب في العينات والموبايل فيز على الفاضي، ويبقى مستفدناش اي حاجة. خلاص اقفليه. سلمى كانت رايحة تقفل الجهاز. ايوه، لو قفلته انا كده مش هدخل الأوضة ومش هيحصل اللي حصل. وحصل حاجة غريبة. النور الجامد ضرب مرة تانية، وساعتها حسيت ان في ظل ظهر ليا على الارض. مارينا بصت للارض بدهشة وبعدين غمضت عينيها وفتحتها بسرعة قبل ما النور الجامد يختفي تاني. وبعدين قالت لمارينا وكأنها افتكرت حاجة: طيب ما تيجي نقول لمحمد، ما هو كده كده هيمشي بالليل، يبص عليه قبل ما يمشي، ولو لقاه عطلان يقفله. لا مستحيل. يعني ايه؟ حاولت اقرب منهم وامنعهم بس مفيش اي طريقة. انا مجرد هوا. مشيت وراهم فعلا وراحوا لنفسي، وللأسف وافقت. خرجت وانا حاسس ان الدنيا سودت في وشي، بس ملحقتش ازعل لاني لقيت 2 3 6 كائنات ماشيين في اخر الطرقة وعمالين يتمايلوا بطريقة مرعبة. وصوت الهمهمة كان عالي جدا، وبيدوروا على حاجة كنت عارف انهم بيدوروا عليها. جسمي اتلبش ومعرفتش اروح فين.
في الاخر رحت لاخر مكتب في المركز، مكتب دكتور مسعود مدير المركز، واستخبيت ورا المكتب بتاعه وانا مرعوب مش عارف اعمل ايه. الوقت بيعدي، ساعة والتانية، والساعة بقت 7:30، نفس الميعاد اللي همشي فيه. ساعتها كان لازم اتحرك من المكتب. خرجت ملقتش حد ولا حتى نفسي. يعني ايه؟ اكيد ما دخلش اوضة الماس، مستحيل. جريت ناحية اوضة الماس، وقفت قدام الباب عشان افتحه. في اللحظة دي جسمي اتشل لما سمعت صوت الهمهمة ورايا. لفيت بالراحة عشان الاقي 6 كيانات مرعبة بيبصولي، عينيهم مرعبة قوي. مش عارف اعمل ايه، انا خلاص شبه ميت. وفي نفس اللحظة لمحت واحد ماشي ناحية باب المركز وخارج. ده مش محتاج اوصف لكم كتير ان ده كان انا. مش هدخل اوضة الماس، لو خرج بره باب المركز ساعتها كل ده هيختفي. كيان من ال6 قرب مني، وانا بقرب من الباب الكيان بيمسك في رقبتي. اخرج بسرعة، حاسس اني بتخنق، بموت، لحد ما النور الجامد ضرب مرة تانية. ساعتها الكيان ساب رقبتي، خدت نفسي اخيرا. الكيانات ال6 عمالين يدوروا عليا كأني اختفيت، بيبصوا حواليهم بسرعة واتحركوا كأنهم بيدوروا عليا. ساعتها فتحت الباب قبل ما النور يختفي ودخلت أوضة الماس. بس عندي إحساس إن نفسي وقفت مرة واحدة. قلبي انقبض لما لقيت باب الأوضة بيتفتح. ده أنا. لأ، لأ، اطلع بره، اطلع بره، ما ينفعش تدخل هنا. مش عارف أعمل إيه. لقيته بيقرب من الجهاز، عمال أتحرك يمين وشمال، مش عارف أعمل إيه. لقيته بيحط إيده على الزرار، اتعصبت وحاولت أبعده فزقيته بإيدي، بس حسيت برعش زي الكهربا خلتني أتشل. مسكت في جسمي كله وشال إيدي من على الزرار. يعني إيه؟ ما ينفعش ألمسه؟ حط إيده على الزرار مرة تانية. لا لا، ساعتها اضطريت إني أندفع عليه بجسمي كله علشان أبعده. بس ساعتها حسيت بوجع رهيب في جسمي كله قبل النور الجامد ده ما يضرب مرة تانية ويمسك في جسمي كله ويغمى عليا المرة التانية. صحيت بعد شوية عشان ألاقي نفس الصداع والوجع اللي حسيت بيهم أول مرة. بصيت حواليا وأنا أتمنى أكون رجعت، بس نفس المكان الكئيب والمرعب. حرام، حرام. خرجت من الأوضة قبل ما النور ينور تاني، وقرب من باب المركز، والمح واحد بقميص وبنطلون عارفهم كويس خارج من الأسانسير وبيقرب من باب المركز. ببص على التاريخ الموجود في الساعة المتعلقة على الحيطة عشان ألاقيه 15/7. أيوة، ده يوم الانترفيو. ده أكيد فرصة تانية. أنا عارف أنا هعمل إيه. أنا همنعه يخش، همنعه يشتغل في المكان وساعتها مش هيحصل كل اللي حصل ده تاني. بس ما قدرتش. كان بيعند ومكمل في المكان. حاولت بشتى الطرق اخليه يمشي، بس مش راضي ومكمل. كل اللي حصل بيحصل تاني لحد يوم الدراسة الصبح. لقيت واحد شبهي، بس ده مش شبهي. ده انا، بس لما كان اول يوم ليا في البعد ده. انا مش فاهم حاجة، انا هتجنن. كان خارج من اوضة الماس خايف. ايوه، ده نفس اللي حصل لي. كان خايف. كنت براقبه من بعيد، بس لاحظت اني لما كنت بظهر قدامه بالغلط ما كانش بيقدر يشوفني، لان لما كنت بظهر قدامه كان في نور جامد بيضرب في وشه يمنعه انه يشوفني تماما، وكأنه ممنوع عليه انه يشوفني. كنت براقبه من بعيد وهو بيحاول يمنع مارينا وسلمى، بس ما قدرش. كان بيجري على أوضة الماس عشان يمنع كيانه الأصلي يخش في اللحظة دي، بس مسكوه من رقبته، هيموتوه. لازم أمنعه. أول ما ظهرت قدامه النور ضرب في وشه والكائنات ما بقتش شايفاه، بس شافوني أنا وجريوا ورايا لحد ما توهتهم قبل ما أرجع مرة تانية لأوضة الماس. بس بمجرد ما دخلت النور ضرب في المكان وحسيت بوجع رهيب في جسمي واغمى عليا. صحيت وانا عمال ادعي اني اكون رجعت اخيرا، بس لقيتني في نفس المكان، بس غريب. الاجهزة غريبة، التصميم مختلف، بس نفس العتمة والرعب. ما لقيتش ساعة، لقيت نتيجة قديمة قوي. بصيت في التاريخ، صدمت لما لقيته
19/7/1996. ده ده تاريخ ميلادي. ساعتها بس عرفت انا هعمل ايه. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. حابب اشكر الكاتب محمد عبد القوي، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. متنسوش تفعلوا زر الجرس وتعملوا لنا لايك لو القصة عجبتكم، وتسيبوا لنا رأيكم في الكومنتات. واي حد حابب يحكي لنا موقف غريب او قصة من كتاباته يبعتها لنا على الفيسبوك، هتلاقوه في الديسكريبشن تحت. شكرا، كنت معاكم احمد عصام.